يسعدنا ويشرفنا النهارده يكون لنا لقاء مع دكتور مجدي الناظر. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور رندا، شرف لينا وجودنا معاكم في المؤتمر النهارده وتكريم راديو صوت الجيل. كلمنا عن راديو صوت الجيل بقى، نعرف المشاهدين براديو صوت الجيل. او راديو صوت الجيل حضرتك مجموعه. بما انك مؤسسه. ربنا يخليك يا رب. وانا ومؤسسه معايا الدكتوره مروه راضي. كان لنا لقاء معاها. راديو صوت الجيل بيتكلم عن حقيقه الناس، عن مشاعر الناس، عن احوال الناس الحقيقيه، زي ما حكينا قصه المرحومه شروق اللي قتلت داخل مستشفى الدكتور محمد مقبل. بنتكلم عن الوضع بتاع البلد اللي احنا عايشينه من واقع نبض الشارع المصري يعني. واقع نبض طبعا، بننقل نبض الشارع المصري طبعا. احنا حضرتك بنتعايش مع الشعب المصري، فلازم ننقل النبض بتاعه ونتكلم عنه. الفيديوهات بتاعتنا كلها بتتكلم عن كده. وبرضك معانا برضك استاذ احمد الشاعر بينشر فيديوهات عن الشعر، والاستاذه دعاء نور برضك بنشروا حاجات عن الشعر. لكن عن نفسي انا بتكلم عن نبض الشارع في برنامج ابعاد الحياه، وبتكلم عن قصص حياه الصحابه في البرنامج الديني. بنبدا يعني لو نبذه مختصره عن حياه الصحابه اللي ضحوا بارواحهم وانفسهم في سبيل دعوه الاسلام، الدعوه الفتيه. هو صوت الجيل مؤثر فعلا، وفي برامج هادفه وبناءه، وطبعا بنحيي حضرتك على هذا المشروع الجميل. عايزين نعرف انطباع حضرتك النهارده عن المبادره. والله صراحه انك احد المكرمين وجميع اعضاء راديو الجيل. صراحه سعيد جدا جدا بتواجدنا يعني معاكم يعني في هذه المبادره، ونرحب بها جدا. واحنا قلبا وقالبا ابناء مصر، لازم يكونوا مع مصر في اي وقت وفي اي زمان. مزيد من النجاح والتقدم، وبشكر حضرتك على اللقاء المميز ده النهارده. بنشكر حضرتك يا دكتور رندا، بنشكر الدكتور وليد والقائمين على هذه المبادره وهذا المؤتمر وهذا التكريم الجميل. يعني صراحه يعني ان احنا نكون افضل شخصيه من 100 شخصيه في مصر، يعني دي يعتبر يعني اضافه جديده لينا وحاجه جميله جدا نشكركم عليها. يعني شكرا جزيلا. سعداء بوجود كل اعضاء راديو الجيل النهارده. احنا اللي اسعد بحضرتك وفي هذا المؤتمر وهذه الاحتفاليه الجميله الكبيره، وان شاء الله موفقين فيها وربنا يوفقكم ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك يا دكتور. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتوره. السلام عليكم.